بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا جماعة، وجلسة أسبوع إن شاء الله جيد. يعني خلينا نتكلم في أمريكا بس في الآخر خالص إن شاء الله. بس هي مبدئيا يعني يمكن الشيء بالشيء يذكر. اختيارنا يعني جت من عند الله إن أنا بتكلم في الميجور أب ترند أو الدورات الزمنية، أو ليه الواحد دايما متفائل بالبورصة المصرية. الشرط اللي قدام حضراتكم ده هو سر التفاؤل بتاعي. يعني أنا متفائل لغاية سنة 2027، وبالظبط لغاية نهاية يعني شهر 10 2027. يعني لسه قدامنا سنتين وكم شهر كده. ليه بقى؟ طيب، نبتدي من على الشمال. أول مربع لونه أحمر، ده كان دورة هبوط ابتدت معانا من 2008. وطبعا حضراتكم متذكرين إن 2008 في أولها في شهر 5 تقريبا كان عندنا وصلنا للقمة التاريخية الأولى للمؤشر، كانت أعتقد عند 12,000. وابتدت الأزمة المالية العالمية بعد العيد الصغير ومحدش يربط ما بين الأحداث يعني. الأزمة المالية العالمية ابتدت في الشهر 5. وهي عندنا الحقيقة ابتدت تصحيح قبليها بشوية. يعني كان في بعض القرارات الاقتصادية اللي طلعت يوم 5/5/2008. منها كان إغلاق المناطق الحرة الخاصة وما تنفذش، بس هو عمل بلبلة، جت مجموعة الخرافي اتسحبت مرة واحدة من السوق المصرية بسبب القرار ده. ففي نهاية الأمر احنا كنا يعني ابتدينا من 2008 دورة هبوط. طيب، دورة الهبوط في مصر هي 5 سنين. نقدر نسميها هي متسقة مع القرآن في ال7 سنين، ولكن هم ايه يعني 5. لو متداخلة هتبقى 7 السنة اللي احنا فيها والسنة الأخيرة، فبتبقى 7. فهي الدورات الزمنية في العالم كله هي 7. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهي الدورات الزمنية في العالم كله هي 7. قد تكون متداخلة، ففي النهاية بتصفي معانا في مصر 5 سنين. يعني 5 سنين تحت و5 سنين فوق، مرورا ببعض الشهور العرضية في النص. عشان ما اطولش على حضراتكم، احنا ابتدينا يعني بقالنا 4 دورات، يعني 20 سنة. إلا السنتين اللي احنا بنتكلم فيهم بنعمل نفس الشكل. من 2008 ل 2013 زي ما حضراتكم شايفين، أول مربع على الشمال كده اللي هو لونه وردي أو لونه أحمر، كنا في ميجور داون ترند. هنلاقي إن إحنا بنسجل قمة أقل من القمة اللي قبليها، ونسجل قاع أقل من القاع اللي قبليه. صحيح يمكن الشكل العام يعني شوية، عشان هو مش باين على الشرط ده. لو أنا عملته بطريقة السيمي لوج هيبقى واضح أكتر. بس عشان ما لخبطكوش معايا، فقلت إيه، لا أخليها بالأرقام الحقيقية. بس في النهاية إحنا بنعمل قمة أقل من القمة اللي قبليها وقاع أقل من القاع اللي قبليه، لغاية ما دخلنا عام 2013. طبعا مرورا بأحداث يناير 2011 و2012 واللي حصل فيها. 2013 بغض النظر عن الناحية السياسية أيا كانت هي، ولكن احنا ابتدينا في 2013 دورة صعود استمرت معانا من 2013 لغاية 2018. زي ما ده مش كلامي، هنلاقي دايما احنا بنسجل قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع، مرورا ببعض مناطق التصحيح. طيب، خلصنا 2018. وطبعا فاكر في 2018 وسنة الكورونا 2020 وما بعدها الدوشة اللي كانت حاصلة في الفترة دي كلها خلتنا نعمل دورة هبوط تانية، أو يعني الدورة الثالثة للسوق المصرية من 2018، استمرت معانا لغاية 2022. وأنا فاكر تحديدا، يعني أنا كنت في ساعتها كانت في شوية لخبطة كده في الشغل عندي وخدت فاصل كوميدي في الفترة دي. وفاكر أنا كنت قاعد في المكتب ساعتها في شهر 10 2022. وقبليها أنا الحقيقة كنت بعمل بروجكت إن إحنا عدينا على أكتر من رئيس بنك. كنت بحاول أقنعهم إن إحنا ده في 2021، إن إحنا دلوقتي بنكون قاع
وكنا في شهر 8 2021. كان السي اي بي ساعتها ب 28 جنيه. وكنت بتحايل على رؤساء البنوك، يعني قابلت بتاع حوالي 7 أو 8 مديرين استثمار في بنوك، أو وصلت لغاية نائب رئيس مجلس الإدارة في بعض البنوك. ولكن للأسف ما اقتنعوش إن إحنا في قاع السوق. كنت بتحايل عليهم بقول لهم يا إخوانا كده السوق جايب جاز يعني، فاللي ما يحطش فلوسه دلوقتي في السوق المصرية يبقى لا يلومن إلا نفسه. إحنا يعني الكلام ده كان حصل فعلا في 2021. كويس. لغاية شهر 10 2022 بالظبط. وتحديدا يعني أنا فاكر اليوم كويس أوي، و23/10 2022 دار الحوار ده ما بيني وما بين شيرين. قلت لها خلي بالك السوق ده بيلف، احنا اللي كان كلامنا صح. نحاول ان احنا يعني نفلفص عشان نخرج من الظروف اللي كنا فيها، لان السوق ده بيلف. معلش انا نفسي قصير فهتلاقوني بقطع كتير بقى عشان عمال اشرب سجاير يعني. كويس. طيب احنا ندخل بقى على ايه اللي يهمنا من 2022، وتحديدا زي ما قلت في الفويس اللي قبل كده كان من شهر 10 2022 السوق ابتدى يلف. وقلنا ان احنا كنت بتكلم مع 20 يومها 23/10 قلت لها خلي بالك احنا كنا صح. السوق ابتدى يلف. الكلام ده كان تقريبا عند كام؟ تقريبا كان عند 9000. يعني لو انا اطلعها بس من اديتوني ثواني. نجيبها من هنا. انا فاتح الشارت لايف على فكرة، انا قاعد معاكم، قاعد على يعني ترابيزة السفرة، وقاعد فاتح الشارت لايف يعني من عند بالظبط 9400. ده هتحقق في شهر 7. وبعدين احنا قلنا لما كنت بتكلم مع شين كان في شهر 10 كان عند 9600، أو وصلنا ساعتها ل10,400. قلت لها السوق ده ابتدى يلف. وصلنا بقى من 10,400 مرورا بالتعويمات و أيا كانت الأسباب لغاية ما عملنا القمة التاريخية الحقيقية أو القمة التاريخية القديمة للسوق عند مستويات 34,500. ده كان في شهر 3 2024. الشهر ده مهم جدا. يعني هو صحيح احنا عملنا القمة التاريخية بتاعته عند ال 34,500، ولكن احنا ما قفلناش فوقيها ساعتها. يعني الشهر ده لو جبنا ايه اللي حصل في شهر 3 2024، الشهر ده فتح عند 28,900، طلع يجري لغاية 34,500، ولكن قفل 26,316. يعني آسف، جاب 26,316 وقفل عند 26,883. معنى كده إن هو كانت الشمعة بتاعته حمراء، على الرغم من إن هو حقق القمة التاريخية. إحنا في مدرستين، في مدرسة يقول لك إيه لا إحنا هناخد الهاي هو ده يبقى المقاومة أو ده القمة التاريخية. وفي المدرسة التانية بتقول لك لا أنا أشوف الشهر ده قفل على كام، ممكن يطلع يجري زي لهبل كده ويرجع تاني. فخلينا ايه مع المدرسة الأولانية اللي هي بيقول لك احنا عملنا 34,500، ولكن الشهر ده احنا ما قفلناش عليه. وابتدينا يعني الشهر اللي بعديه ابتدى ينزل شوية، ولغاية ما وصلنا للقاع الأخير في السوق، يعني عند 24,435. وابتدينا نطلع تاني، وقفنا مرحلة كده في النص عند 32، ونخلي بالنا من رقم 32,000. وابتدينا ننزل تاني وصولا إلى 28,300، ونخلي بالنا برضو من الرقم ده هنتكلم عليه في الشرط اللي بعد كده. والشهرين الأخرانيين وقفنا عند 32. إذا أنا هنا عندي ميجور يعني سبورت، آسف، مقاومة رئيسية وقاع رئيسي أو دعم رئيسي.
ومقاومة رئيسية في المنطقتين دول اللي أنا قلت لحضراتكم خلي بالكم منها. طيب عشان ما ندخلش يعني ما ندخلش الدنيا في بعضيها، نراجع كده سريعا. طيب أنا دلوقتي عندي دورة زمنية هابطة من 2008 لغاية 2013، دورة زمنية صاعدة من 2013 ل 2018، وبعدين دورة زمنية هابطة تاني من 2018 ل 2022، وبعدين مؤخرا آخر دورة احنا فيها اللي هي من 2022 expected، أتوقع أو المتوقع إن هي تكمل معانا لغاية 2027 قياسا على الأيام اللي كانت قبل كده. كويس، دي كده احنا اتكلمنا على الدورات الزمنية. طب أنا سر التفاؤل إيه؟ إن أنا سر التفاؤل زي ما بقول لحضراتكم أهو، التاريخ بيقول إن احنا كل 5 سنين بنعمل دورة سواء صاعدة أو هابطة، يبقى أنا لازم أبقى متفائل حتى لو حصل أي دروب، حصل أي جني أرباح في النص. لازم يعني التزم باللي احنا شايفينه. كويس، انا هفضل متفائل كده لغايه 2027 بس. كويس، دي كده ايه اول جزء من الفويس، او اول جزء ما عايزين نتكلم فيه النهارده، اللي هو الدورات الزمنيه الخاصه بالمؤشر. تمام. طيب انا بس كنت مستني لان في واحد من الجيران ظريف قوي عمال معلق الكلاكس تحت يعني، وتقريبا عمل له زي محمد صبحي اللي هو لان الغضب حماقه يعني. كنت مستنيه يخلص، بس واضح ان هو ايه يعني المدام متأخرة عليه فهو عايش مع نفسه يعني. طيب خلينا نقول الكلمتين وخلاص، وربنا يسهل بقى ويزمر زي ما هو عايز. الشرط ده بيوضح لنا اكتر من حاجة هقول لحضراتكم. انا عايز اتكلم في ايه بالظبط. هو ده بيودي يعني بيوري لنا احنا ليه بنقول ان هي ميجور اب ترند. يعني ايه ميجور اب ترند اصلا؟ كويس، ان انا في اتجاه عام صعد. كويس. طيب لما انا في اتجاه عام صاعد، طب معلش هدخل دخلة تانية يعني. نبتدي الشرط. احنا عندنا دلوقتي عندنا 3 ارقام وعندنا سهم كده بيشاور على شرط احمر طويل او بارة طويلة حمراء. كويس. احنا 9000 دي اللي هي ابتدينا من عندها، اللي انا قلتها في الفويس الاخير، اللي احنا ابتدينا من عندها في شهر 10 2022، بداية الاتجاه العام الصاعد، وابتدينا نطلع. آه، مرينا طبعا بشوية حركات في النص لغاية ما وصلنا لشهر 3. قلنا خلينا نخلي بالنا من شهر 3 2024، ده اللي احنا عملنا فيه القمة الرئيسية اللي هي عند 34,500 اللي أنا مشاور عليه في سهم أسود كده تخين بيشاور على برحة حمراء طويلة. هو ده الشهر ده هو اللي عمل يعني عمل حاجة ما في المؤشر اللي هي السبايك اللي حصل ده. الشهر ده ليه يعني ليه يعني ليه ظروفه الخاصة، ان هو لما طلع يجري لغاية 34,500، ولكن ما قفلش عليها. ده ادى باور لبقية الشهور التانية، ان احنا لو قفلنا فوق ال 28,300 اللي تقريبا قافل عندها، أصبح إن أنا ده الميجور سبورت، أو ده الدعم الرئيسي للسوق ككل. حتى لما نزلنا يعني احنا طلعنا لغاية شهر اللي هو في شهر أكتوبر. كويس، وبعدين نزلنا نوفمبر، يعني ابتدينا نزلة تانية أو تصحيحة أو جاني أرباح في أكتوبر، وبعدين نوفمبر، وبعدين ديسمبر، وابتدينا نطلع تاني من يناير. كويس، واحنا ما زلنا طالعين. لما نزلنا لغاية 28,300. عشان كده أنا بتكلم في الشرط الأولاني قلت لحضراتكم خلي بالكم من رقم 28,300. ولو احنا طالعين احنا وصلنا لغاية ل32,000، وابتدينا يعني ايه نقف عندها شوية. ال32,000 دي برضو قلت لحضراتكم نخلي بالنا منها، لأن هي دي الميجور ريزيستنس، أو القمة أو آسف المقاومة الرئيسية. دي اللي اتحققت معانا في شهر 10 2024. كويس، فاحنا دلوقتي عندها
الشهر اللي فات قفلنا او يعني خبطنا في ال 32,000، او جبنا بالظبط 32,037، وقفلنا عند ال 32,026. الشهر ده اللي هو ابريل اللي احنا فيه، اعلى رقم جبناه لغايه دلوقتي ال 2,042. معنى كده ان اي كسر المستويات ل 32,000 يبقى انا كده نظريا بحقق اعلى قمه في المؤشر. ليه؟ هتقولي لا، ما انت قلت لنا ان احنا في 34. قلت لك ايوه، بس 34,500 دي احنا ما قفلناش عليها. يبقى احنا اعلى قمه قفلنا عليها في الوقت الحالي هي ال 32,000. فمعنى كده ان في بعض المدارس ان انا اي كسر المستويات ل 32,000 ان انا اصبحت في قمه تاريخيه جديده. فمعنى كده ان انا كسرت الهيستوريكال هاي او القمه الاعلى في تاريخ المؤشر، واستقريت عليها وقفلت عليها، سواء في شهر 4 في شهر 5 وات ايفر يعني. كويس، ايا كان الشهر ايه. فمعنى كده ان انا خلاص، انا يعني ايه، في حيز الفراغ بقى، وفي إيه، طلعت للفضاء الخارجي. انا عملت قمة جديدة غير مطروقة في المؤشر وبقفل عليه. فعشان كده قلت لحضراتكم هنا نخلي بالنا من مستويات ال 32,000. مش بالسهولة طبعا ان انا اقفل عليها او اقفل اعلاها، خاصة مع الظروف الأخيرة اللي حاصلة في العالم كله. ولكن في النهاية ان احنا لو عدينا من ال 32,000، انا وجهة نظري ان احنا كده عملنا قمة تاريخية جديدة، واصبحنا في الفضاء الخارجي زي ما بيقولوا بتاع توفيق الدين. في حين ان انا دلوقتي عندي الميجور سبورت او الدعم الرئيسي للسوق عند مستويات ال 28,300. فشوية الهتيفة بتوع الفيسبوك اللي بيتكلموا من فراغ، انا ما اعرفش بيجيبوا الكلام ده منين بصراحة. يقول لك السوق غير اتجاهه. يا ابني غير اتجاهه ايه؟ ما انا مش فاهم. يعني اما اللي يقول غير اتجاهه ده يديني دليل انه غير اتجاهه يعني. غير اتجاهه دي عشان اقول ان هو ابتدى. يا ريته غير اتجاهه كمان يعني. طب هعملها فويس لوحديها. انا بس هرد في الدقيقتين دول على الناس اللي بتقول لك اصل السوق كده غير اتجاهه. لا يا حبيبي، انت بس ادرس الاول يعني، او افهم انت بتتكلم في ايه، واقرا يعني حتى اي كتاب كده. يعني بس يكون كتاب محترم في التحليل الفني، وبعدين ابقى تعالى كلمني قول لي السوق غير اتجاهه. كويس. ليه؟ لان هو دلوقتي اول نقطه، هو ما ينفعش ان انا ابقى في اتجاه صاعد واقول لك اصل انا غيرت اتجاه لاتجاه هابط. ده اسمه كلام فارغ يعني. كل حاجه ليها شروطها وليها معاييرها وليها اسبابها وليها. فطيب احنا عشان اقول ان السوق غير اتجاهه، يبقى مبدئيا لازم اروح على حاجه اسمها الاتجاه العرضي. احنا هنتكلم تفصيلا فيما بعد يعني، ان شاء الله نخصص يوم كده للتعريفات العلميه بتاعت الاتجاه الصاعد والعرضي والهابط. يعني هنحاول ان احنا نشوف لها طريقه نشرحها بيها. كويس. لان الهدف من الجروب اصلا نشر الوعي. يعني زي ما حضراتكم عارفين، يعني انا عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري للاوراق الماليه. ومن اهداف الاتحاد اصلا يعني، بس طبعا ما بتكلمش باسمه يعني، بس يعني انا عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري للاوراق الماليه، ومن اهداف الاتحاد هو نشر الوعي. فانا عامل الجروب ده اصلا يعني ايه، لنشر الوعي. انا لا انا عامله بفلوس، ولا انا عامله باشتراك، ولا الحق قبل ما يصفر، ولا الحق قبل ما يجري يعني. ليا في الكلام ده، بس مش يعني مش بالصوره مش دي الرئيسيه. انا الهدف الرئيسي هو نشر الوعي في المجتمع سوق المالي يعني، والحمد لله رب العالمين. يعني هو الواحد لا يبتغي الا وجه الله يعني. كويس. وبالتالي بطبق ده في شغلي يعني. انا بطبق الكلام اللي انا بقوله، انا بطبقه في شغلي انا. انا مهمتي هي يعني مش اداره يعني كرييتيف تريد، او ان انا مستشار، او يعني سميني زي ما تسميني. مش دي قصتي. طيب احنا عشان نقول ان السوق غير اتجاهه، يعني معنى كده ان هو فقد احد شروط الاتجاه الصاعد. طيب أول شرط من شروط الاتجاه الصاعد هو قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع. يبقى عشان يفقد شرط من شروط الاتجاه الصاعد اللي احنا شفناه بعينينا دلوقتي على الشرط، كويس، لازم أكسر الأول 28,300. وكده برضو ما أقدرش أقول إن هو في اتجاه هابط، لأن هو كده هنقول إن هو في ويكنس، فقد أحد الشروط من شروط الاتجاه الصاعد. هضطر استنى
كويس. لما يكون قاع الأول وبعدين يطلع من القاع ده يروح يعمل قمة تاني ويشوف القمة اللي هيعملها التانية، كويس، أقل من ال 32,000 اللي هي القمة الرئيسية أو القمة السابقة ولا لأ. لو لقيتها أقل يبقى أنا كده أنا كده يبقى أنا عملت قاع أقل من القاع، وأنا طالع تاني عملت قمة أقل من القمة اللي قبلها، كده أقول لك أمين، إحنا كده غيرنا اتجاه. طيب لو أنا كسرت ال 28,300 وبعدين رحت راجع أعمل 32,100، يبقى انا فقدت شرط. لا، انا في ويكنس هنا. انا اول ويكنس ان انا كسرت ال 28,300، بس وانا طالع رحت عامل 32,100. معنى كده ان انا كده بقيت في اتجاه عرضي، لو ايه مفيش يعني نزلت عملت قاع اقل وبعدين رحت طالع عامل قمه اعلى. يعني في حاجه اسمها المتسعه يعني، بس إيه مش هدخلكوا فيها. ففي النهايه اللغط اللي موجود ده او الدوشه يلحق السوق غير اتجاهه، لا مفيش يلحق السوق غير اتجاهه. يعني لما اكسر الاول 28,300 وانزل اعمل قاع، وبعدين لما اطلع من القاع المخيف اللي احنا هنعمله ساعتها، وبعدين نطلع تاني واعمل قمه اقل من القمه القديمه اللي هي عند ال 32,000، اقدر اقول ساعتها انا غيرت اتجاهي. انما الى الان زي ما حضراتكم شايفين انا لا غيرت اتجاهي ولا اي حاجه. انا كل الفكره ان انا دلوقتي انا كمؤشر انا بحارب عشان اكسر ال 32,000 اللي احنا اتكلمنا عليها باستفاضة. ويعني ايه ليه 32,000 هي أهم عندي من ال 34,500؟ عشان نقولها تاني، عشان دي هي القمة اللي قبل كده اللي ما قفلش أعلاها إلى الآن. كويس، ادي كل القصة. فالمحاربة أو المعافرة اللي موجودة، كويس، هي في كسرة ال 32,000. تمام. المشاكل تبتدي في السوق امتى؟ لما اكسر ال 28,300 لا قدر الله. ساعتها بقى نبقى نشوف يعني الخلل جاي منين ولا الدنيا هتعمل ايه. بس دي تقريبا كل حاجة عايز اقولها النهاردة. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. يعني كتر خيركم ان انتوا استحملتوني، وربنا يبارك في ارزاقكم ان شاء الله. وهنعلن ان شاء الله برضو شيرين بقى اللي هتتولى القصة دي، تنسيق المحاضرات ازاي. واخونا وحيد برضو ان شاء الله باذن الله تعالى هيدينا شوية افكار كده بكرة. هرتب معاه الميعاد وشيرين هتعلنها لحضراتكم إن شاء الله. تحياتي ودمتم سالمين. شكرا جزيلا. محمد جمال.